السلام عليكم البنات، بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن حال يا ربي. وكنتمنى اللي باقي ما مشتركش في القناه يضغط على زر الاشتراك باش يبقى يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بلي لايك وكومونتيرات زوينين. واليوم غادي نوجد معكم الهريسه او لاصوص نتاع الحار اللي معروفه عندنا في الجنوب الشرقي، اللي كنديروها بالاعشاب. دابا غادي نبدا معكم. انا عندي 4 كيلو نتاع الحار اللي مخلط ما بين الحمراء والخضراء. 2 كيلو حيت ليها الزريعه، و2 كيلو خليت ليها الزريعه وحيت لها غير هذوك العويدات. وهنا عندي كيلو اللي عزلته ديال الحمراء بوحدها اللي غادي ندير بها لاصوص اللي حيت لها الزريعه نقيتها مزيان. عندنا 4 الحامضات، 3 غادي نديرهم من هذوك 4 كيلو، وحده غنديرها لهذاك الكيلو اللي عزلت بوحدو. عندي الثومه، عندي هنايا ورق سيدنا موسى اللي كنقولوا لهم عضيض بالشلحه، والحيت الشيخ اللي كنقولوا ليها تمرة نمغار اللي حمرتهم شي شويه. عندي 2 معالق نتاع 2 معالق كبار عفوا نتاع القرويه، 2 معالق نتاع البسباس، 4 المعالق نتاع قزبور حبوب، 2 معالق نتاع الزعتر، ومعلقه نتاع الزعتره. ودابا غادي نبدا باش نطحن هذا الحار الحمر اللي عزلته باش ندير به لاصوص. لا غادي ندير معاه 4 طروفه نتاع الحامض، 8 حامضه وحده، و5 ضروسه نتاع الثومه. غادي نطحنهم في هاد الماكينه اللي كنطحنوا بها الكفته او البوق كما كنسميوه، اللي كنطحنوا به الحار. كنبقى نطحن بشويه بشويه ونضيف الثومه، ونعاود نزيد شويه د الحار، وبقى نطحن بشويه بشويه، وبقى نضيف الطروفه نتاع الحامض حتى غادي نسالي هاد الحار اللي عندي باش غادي نبدا نطحن هاد الحار الاخر تاع الاعشاب. هي هاد لاصوص من بعد ما ساليتها، دابا غادي نطحن هاد الحار الاخر. كنبقى نطحن بشويه بشويه، ونزيد هذيك الثومه اللي عندي تنساليها، ونعاود نضيف هذوك ورق سيدنا موسى، هذيك الحيت الشيخ بشويه بشويه، وبقى نضيف الحار باش ما تعكلش ليكم الماكينه بهذوك الاعشاب. نبقى نضيف الطروفه نتاع الحامض، ونبقى نخلط بشويه الحار وهذوك الزرارع اللي عندي، بقى نضيف شويه بشويه حتى غادي نسالي هاد الكميه كلها اللي عندي ديال الحار. ها هي الحار ديالي من بعد ما ساليتها. ضفت عليها هنايا 4 المعالق كبار نتاع الملحه، و2 معالق نتاع الكمون، وهاد لاصوص الاخرى درت ليها معلقه نتاع الكمون، و2 معالق نتاع الملحه. المهم الملحه على حسب الذوق. درت ليها نص كاس نتاع الخل، وهاد الاخرى ديال الاعشاب تقريبا كاس ونص نتاع العنبه. غادي نضيف 3 د الكيسان نتاع الزيت لهذاك الحار نتاع الاعشاب، 3 الكيسان نتاع الزيت كبار نتاع العنبه، والاخرى غادي ندير ليها غير كاس. نخلطهم مزيان ونخليها تبات حتى الصباح. المهم هنايا انا طحنتها في العشيه وخليتها حتى للصباح، عاد غادي نعمرها في القراعي باش غادي تشرب هذيك العطريه ديالها. ولا كنتو طحنتوها في الصباح تقدروا تعمروها بالعشيه. دابا غادي نعمر الهريسه ديالي في القراعي اللي نشفتهم مزيان من الماء. من بعد ما عمرتهم زدت عليهم شي شويه الزيت من الفوق، درت ليهم السلوفان وسديت القراع ديالي مزيان.
وهي الهريسه ديالي واجده، او تيفلفلت كما كنسميوها بالشلحه، بالصحه والراحه. وكنتمنى تدعموني في القناه ديالي، قناه سناء، وتشجعوني باش ديما نبقى نحط لكم الجديد. بسلام عليكم حتى الفيديو جديد.